السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. احنا داخلين على عيد الاضحى كده، ربنا يتقبل منا يا رب. السنة الجاية ان شاء الله نكون كلنا على عرفة بإذن الله جمعا ان شاء الله. النهاردة عاملة معاكم أكلة بسيطة اقتصادية، ولا لحوم ولا اي حاجة. بس انت ممكن لو عايزة تحطي فيها لحمة مفرومة حطي براحتك. انا عندنا ما بيحبوش فيها لحمة مفرومة. دي مسقعة بالبشاميل، طاجن في الفرن، جنبها شوية جرجير، شوية مخلل، عيش. حاجة بسيطة وسهلة، نص ساعة تلاقيكي عملتيها. اتفرجي على بقية الفيديو للآخر وهتشوفي الجمال والسهولة بتاعتها. مطبخ نصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه دلوقتي؟ دي مكونات الأكلة اللي هنعملها النهاردة. أكلة بسيطة وسهلة وخفيفة، وفي نفس الوقت مش هتكلفك، واقتصادية، وكلكم هتحبوها. وان شاء الله هظبط كل حاجة، يعني اقطع البتنجان والبطاطس واضرب الطماطم واقطع الفلفل واقشر الثوم وارجع لكم تاني. قطعت كل حاجة مكعبات كده، البتنجان والبطاطس والفلفل. طبعا انتي ممكن في الطاجن ده ده طاجن مسقعة، ده ممكن نحط معاه برضو كوسة، اي خضار على حسب اللي انتوا تحبوه. ده كله طبعا ممكن ان انا اعمل ليه طريقتين. يا اما اجيب صاج بتاع الفرن وادهنه زيت من تحت، وادهن واحط الخضار وادهنه زيت من على الوش، وادخله تحت الشوايه وافضل اقلبه. او اقليه عادي، قليه نص قليه كده على البوتاجاز، وانا بعمله نص قليه بصراحه. فده اللي انا هعمله. انا هروح اقلي كل الحاجه وارجع لكم تاني. دلوقتي بقى يا حبايبي، وانا بقلي الخضار بتاعي، البتنجان والبطاطس والفلفل، فانا هستغل الوقت ده بقى ان انا اعمل شويه البشاميل. عباره عن كوبايه دقيق، نص نص لتر لبن، ومكعب كبير زبده. اقلبهم على البارد وبعدين انا بحطهم على النار زي البشاميل بتاع المكرونه بالظبط. البشاميل اهو. طبعا ده كوبايه الا ربع دقيق، مش كوبايه كامله يعني. وانا زودت كمان مع نص لتر لبن، انا زودت كوبايه ميه. عايزه تكمليه اللبن ماشي، مفيش مشكله. ودلوقتي انا جهزت البشاميل. هروح اعمل الصلصه بقى. عباره عن توم، يعني معلقه كبيره توم مهروس، وكوبايه او كوبايتين طماطم كده على حسب الكميه اللي انت بتعمليها. انا بعمل كوبايه يعني كميه كبيره. انت ممكن تقللي على حسب كميتك. طبعا يا حبايبي زي ما انتم شايفين اهو، انا قليت. انا مش بقليها قليه، انا بشمعها بس بالزيت، عشان ما بحب. في ناس بتحطها نيه، بس انا لما حطيت اللي قبل كده جربت البتنجان ني كان مسود كده وما عجبنيش. فانا كل الخضار اللي بتاعي وساعات كنت بحط كوسه برضو بحطها على النار برضو بحاول اقليها، اشمعها بس كده بالزيت وخلاص. على كده دلوقتي انا كل المكونات بتاعتي اهي اتقلت. انا هاخد كله بقى وانزله في الطاجن هنا. معلش انا الحامل بتاعي بس اتكسر، انا ما فيش حد معايا يصور، فانا بصور بايدي وبشتغل بايدي، فمعلش اعذروني بقى. هحط طبعا ده كله الطاجن اهو بتاعي، حطيت فيه كله. طبعا انا مش هحط الكميه دي في نفس الطاجن ده، انا هحط في واحد كمان. دلوقتي انا بقى ايه، هحط عليها الصلصه اللي انا عملتها: فص ثوم وشويه خل وطماطم وشطه وفلفل اسود وكمون. تقلبي ده بقى كله مع بعضه كده. هي ما بتبقاش طماطم كتير يا جماعه، ده هي بس حاجه تدي طعم كده وريحه فص الثوم، يعني مش كميه كبيره. ماشي، انا هقلبها واحط في الطواجن وارجع لكم تاني. الطواجن انا بحب اعمل في الطواجن الصغيره دي. هحط عليها البشاميل. طبعا انت ممكن تحطي لحمه مفرومه بتعصجيها عادي، او تحطيها مع الصلصه دي وتقلبيها معاها. بتبقى مقلباها في وسطها عادي، مش زي مثلا المكرونه بالبشاميل اللي هتحطي نص ونص. لا لا، كله على بعضه. بس انا عندي ما بيحبوش معاها اللحمه المفرومه دي، اذواق بقى، كل واحد بحريته. وانت حابه تحطي لحمه مفرومه ما بتحطيش كميه كبيره برضو، بتحطي حته صغيره كده. او عندك لحمه متعصجه من قبل كده فايضه عندك، كنت بتعملي مكرونه، بتعملي جلاش، ممكن تقلبيها معاها، بتبقى برضو بتدي طعم حلو. انا هحط البشاميل بقى وارجع لكم تاني. دلوقتي انا حطيت البشاميل. طبعا انت عايزه تزودي كميه البشاميل دي براحتك برضو، لو انت بتحبي الكميه الكبيره. انا هزوقها كده، اديها طماطمتين وفلفلتين كده بيدولها منظر حلو. وبحطها على درجه حراره في الفرن 100 200.
انتي على حسب فرنك. شوف انتي فرنك بقى بياخد مثلا لو هو ضعيف بتزودي، لو هو حامي تقللي شوية، انت كل واحدة اضرب فرنها. ماشي. هدخلها الفرن بقى، وبألف هنا وشفا، وان شاء الله اوريها لكم لما تطلع جاهزة اهي. هدخلها الفرن. دي اسهل اكلة بالنسبة لي في اليوم اللي انا ما ببقاش عايزة اعمل فيه اكل، فهي دي ما بتاخدش نص ساعة. وألف هنا وشفا. شايفين يا حبايبي انا خرجتها دلوقتي من الفرن ان شاء الله. شفتوا الجمال؟ بصوا المنظر، تفتح النفس. حاجة كده جميلة وسهلة وبسيطة وتحفة في الأكل والله. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة اللي ما اشتركش، وتعملوا لايك، وتدوني تعليق كده جميل منكم. وألف هنا وشفا. مطبخ مصر.